السلام عليكم. اليوم نحضر معكم البسبوسه بالليمون اللي كتجي رطبه، كتجي رائعه، كتجي بحال الكيك. ما غاديش تقولوا واش البسبوسه هذيك بواحد الطريقه اللي كترجع هاد البسبوسه تكون رطبه بحال الكيك، بحال الا صيبناها من الدقيق. كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه وسهله في التحضير، والمكونات ديالها بساط وكنحضروها في الحين. والتزيين هكايا اللي متوفر عندنا نزينوها به. ودابا غندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا عندي هاد المول مربع اللي كندهنو بالزبده وكنرشو بالسميده وكنديرو في الثلاجه. هو باش كنبدا في الاول كندهنو هكايا مزيان بالزبده في الجناب وفي الوسط، وكنرشو بالسميده وكندخلو للثلاجه باش يبرد لينا بين ما صيبت الخليط. هنايا كنحتاجو في الخليط ديالنا 3 البيضات هكا بحراره المطبخ، وكنحتاجو الكاس الا ربع ديال السكر سنيده. هكايا سنيده تكون رقيقه شويه، ما تكونش ديك الغليظه، ما غاديش تذوب لينا. كنديروا رشه ملح، وكندير واحد الساشيه ديال الفاني، وكنخلطوا الخليط مزيان. هكايا كنطربوا داك البيض مزيان غير بالطراب يدوي حتى كيذوب لينا داك السكر وكيتبدل داك اللون شويه ديال البيض. هنا كنزيدو قشور ديال الليمون. هكايا هاد القشور ديال الليمون انا حكيت 2 ليمونات كبارين شويه. هذاك القشور تاع الليمون كيعطيو واحد النكهه في هاد البسبوسه كتجي رائعه من الطياب ديالها، كتعطي ديك الريحه زوينه بزاف. صافي انا كنزيد نص كاس تاع عصير ليمون، ومن بعد كنزيد نص كاس تاع الحليب، وكنخلطوا الخليط مزيان. وكنزيد كاس الا ربع ديال الزيت هكايا اللي كنخويها هكايا بحال شويه بشويه خيط كما هكايا. وصافي كنخلطوا داك الخليط مزيان. هنايا راه كان عليا ندير الزيت في الاول ونسيتها، ولكن ماشي مشكل، بحال بحال. صافي هنايا كندير 2 كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلويات، وكنخلط الخليط مزيان. ومن بعد غنزيد نص كاس تاع الدقيق الفورص، غير نص كاس. وصافي كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، وكنزيد 2 خمارات. وكنخلط كلشي، وكنخلي البسبوسه ديالي جانبا، ما كنخويهاش في اللاطه. دابا الفران راه شعلته من قبل، ملي بديت نخلط في هاد البسبوسه في هاد الخليط راه شعلت الفران. وهذه دابا غادي نخليو دابا البسبوسه ديالنا واحد 10 دقائق حتى تولي هكايا تقال واحد شويه. راه دابا جاريه واحد شويه حتى تولي على هذا الشكل، ثقيله واحد شويه، وتكون فيها هاد الكشكوشه هكايا. ملي كنخلوها هكا 10 دقائق صافي، من بعد كنخلطوها كنلقاوها ثقيله شويه، وكنلقاو ديك السميده هكايا ما بقاتش قاصحه، كترطب ديك السميده، كترجع رطبه شويه، ما كتبقاش هكاك حرشه الا كتاكل البسبوسه وكتاكلها حرشه بحال الا كتاكل الرمله. لا، هذه كتجي هكايا كتجي رطبه شويه، كتجي زوينه بزاف. وصراحه ما تشبعوش منها، ما غاديش تقولوا واش البسبوسه هذيك المذاق تاع البسبوسه هو سميتو، ولكن يا سلام. صافي من بعد ما طابت لينا البسبوسه ديالنا كتحمر من التحت حتى كتبان لينا التحميره في الجناب، عاد كنهبطوها لتحت ولا كنشعلوا ليها الفوق، وكنخليوها تحمر دغيا كتحمر من الفوق. وصافي هكايا كنحطوها في الطبسيل هكايا ولا اي حاجه غادي نقدموها. انا شدها ليا انايا واحد واحد شويه، ما جريتش المول شويه. وصافي كتجي هكايا رطبه وكتجي زوينه صراحه، بحال الكيك، كتجي رائعه. صافي هنايا راه الكيك ديالي تبرد، البسبوسه ديالي تبردت، عاد حطيتها عاد حيدتها من المول. صافي وسقيتها بالسيرون حتى هي بردات، وسقيتها بالسيرون هو سخون. صافي كنزيد هنايا ندير الكريمه اللي غادي ندير. درت هنايا الكاس تاع الليمون، تاع العصير ديال الليمون، والكاس تاع الماء، وزدت عليهم هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. انا عبرت هنايا بالصغيره ودرت 6 يعني الكبار، يعني 3 الكبار. صافي هنايا زدت واحد 2 ساشيات ديال الفلون، كي داك الفلون تاع الدرهم كيتواتى مع الليمون. يا سلام، مع عصير الليمون
كيجيو يا سلام. وصافي هنايا درت جوج ساشيات وزدت عليهم واحد معلقه مع مرش ديال النشا، وصافي غادي نخلطهم مزيان ونديهم فوق النار حتى كتعقد ليا، حتى كيعقد الخليط ديالي شويه. ومن فوق النار فوق البسبوسه ديريكت، لان الا خليناه غادي يتقال لينا في الكاسرونه. نخويوه هكايا باش يتسرح فوق البسبوسه. صافي كنخليوه غير واحد شويه، ما كندخلوه لا الثلاجه لا حتى حاجه. كنخليوها غير هكايا فوق بوطاجي وفوق السطح العامل. دغيا كتجمع، دغيا كيتجمع. صافي هنايا التزيين اللي عندنا. هنا درت الكوك في هاد الجناب هكايا اللي طالعين، درت ليهم الكوك. والبسبوسه راه تسقات مزيان، واصلا هي راها رطبه، كتجي رطبه 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 يا سلام، ما تشبعوش منها الصراحه. وعندي داك القشور ديال الليمون اللي قطعتهم هكايا رقاق وغليتهم في الماء مزيان تطابو، وطلقوا داك الماء المر اللي فيهم، ديك المروريه ديالهم. صافي وصفيتهم ودرت واحد الكاس ديال الماء في المقله هكايا اولا في الكاسرونه حتى غلا مزيان، وزدت ليه واحد 3 معالق ديال السكر سنيده. صافي ودرتهم فيه تاني حتى ولاو معسلين هكايا وكيجيو زوينين ولذاذين، وكنزوقوا بهم الكيك هكايا كيجي زوين. وبلا ما نضيعوا داك القشور ديال الليمون، انا عصرت الليمون وحيت القشور ديالو حتى هما درت لهم هكا، يعني ما لحت حتى حاجه، كلشي شي درتو في الخليط وشي درتو في التزيين. وهنا عندي داك الورد الملون اولا الورد البلدي، كل واحد اش كيقول ليه. وهنايا كنديرو فوق من هاد القشور ديال الليمون اللي معسلين، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو لذاذ صراحه. هاد البسبوسه كتجي لذيذه 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 بزاف. هنا كنشوفوا في المذاق ديالها، هي ماشي في التزيين ديالها، كنشوفوا في المذاق ديالها اللي هي رطبه 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 وزوينه بنينه الصراحه بزاف. ما كتجيش حرشه ديك الحروشيه هكايا اللي كتجي ناشفه، ما جاتش ماشي ما ناشفاش، كتجي زوينه بزاف وما ناشفاش، كتذوب في الفم وزوينه بزاف. هنا غنقطع واحد شويه نوري لكم ان ديك الكريمه راه نشفات فوق منها دغيا نشفات. وصافي هنايا نوريكم واحد شويه، راها صدقوني كتجي زوينه بزاف ولذيذه ورطبه وكتذوب في الفم هكايا، كتذوب في الفم. وكنقول لكم بالصحه والراحه.